هعيط. والله العظيم ثلاثة كنت هعيط، بحلف لكم بالله، عشان احنا بنشوف مواقف وبنشوف حاجات يعني والله لا يليق بنا اللي بيحصل ده، والله العظيم يعني عيب عيب والله العظيم. انت كراجل محترم يعني الشنب خط في وشك، الشنب ده علامة مسجلة، ده محطة ترماي في وشك الشنب، بسم الله ما شاء الله، مع الدقن انت عامل جنينة هنا، عامل جنينة لو دورت فيها ممكن اطلع موز وبلح وبتاع، فانت عامل جنينة. راجل محترم قد الدنيا، شايل الانبوبة من بيتك ونازل بيها لحد الشارع بالمفتاح، واقف تزفنا وتقول لنا انابيب يعني. والله العظيم ثلاثة، ما انت لو مكاني هتعيط يعني. انت لو انت شايف الموقف اللي بيحصل ده، والزملكاويه كلهم جريوا، مش كلهم جريوا وما سووش الا الاهلاويه، ودول بقى وقفوا ايه يعني، عينك ما تشوف الا النور، انبي بيوجعني. طب انا عايز اعدي بالشارع، انا كمواطن انا عارف ده كمين معمول لي انا اصلا عندنا، فانا عايز اعدي وطوب الارض عارف ان انا زملكاوي. طب ليه يا ابني يعني انت بتحطني؟ وبعدين انت كمواطن اهلاوي ما انت مغلوب من طلائع الجيش يعني، معلش مع كامل احترامنا ليك يعني. انا راجل عليا ديون وما عنديش فلوس وايقاف قيد وبلاوي ومدرب بتاعي معتمد جلال وماشي نفسي على يعني على قد ما اقدر، فانا معرض ان انا اخسر. انت خسرت من طلائع الجيش اتنين، ما حدش فينا فتح بقه. قواتنا المسلحه هنقول ايه يعني؟ اي اعتراض مننا او اي حد هيعمل محتوى على طلائع الجيش تاني يوم الصبح شكرا سبحان الله كلنا. ما طب وليه يا ابني؟ انت ماسكني بايدي بتوجعني، وايه حكايه انابيب وام بي يعني ايه ده يعني؟ ما انا تعبت، انا تعبت واحرجت جامد. انتوا هزقتونا يعني كتير بسبب ماتش. وبعدين انت اول يوم يعني خلاص احنا خلعنا ونمنا بدري، الزمالك اتغلب كله خلع. انت بقى النهارده فاكر وجايب الانبوبه وواقف في الشارع؟ انت مسحراتي بالانبوبه يا عم الحاج، هو في ايه؟ حي ده الاهلي هياخد الدوري. شوف احنا بنكافح طول الموسم، وهيجي في 3 4 ماتشات الاهلي هياخد الدوري. الاهلي لعب 16 ماتش عنده 33 نقطه، النهارده هيلاعب سموحه، لو كسبوا هيبقى لاعب 17 ماتش عنده 36 نقطه، وهيتصدر جدول الترتيب. اي هكه ولا هكه من الزمالك شكرا سبحان الله خلاص الموضوع راح. وده لما بيركب ما بيحلش. والمشكله مش في كده يعني، احنا مثلا ممكن كنادي الزمالك يعني نكافح نعافر، بس الاهلي عنده زد والمقاولين وطلائع الجيش بعد ماتش سموحه، مع احترامنا للثلاث فرق الاهلي هياكلهم. الاهلي هياكلهم، هيخلص الدنيا، الاهلي هيكسب الاربع ماتشات والموضوع خلص. الزمالك بقى عنده زد وبيراميدز والاتحاد وانبي. انا ما اعتقدش ان الزمالك هيعرف يكسب الاربعه، انا نفسي يكسب الاربعه وياخد الدوري اقسم بالله، بس بيراميدز مش هيسيب الزمالك يكسب. في اسوأ الحالات هنتعادل، ولو فقدنا نقطه واحده، عشان الزمالك لعب 16 ماتش عنده 34 نقطه، اي تعادل في اي ماتش او اي هزيمه في اي ماتش من الاربعه شكرا سبحان الله. الاهلي يا عيني طول الدوري تالت ورابع وخامس وسادس، وعمال يترنح، وعملنا فيديوهات واتريقنا وعملنا اللي احنا عايزينه، وهيجي دلوقتي ياخد الدوري. احي اسكندراني دي على ابوه والله العظيم. يعني احنا في شهر مفترج وفي رمضان والزمالك يعني طالع عينه، و11 ايقاف قيد وبلاوي سودا، ويجي الاهلي في اخر 4 ماتشات ياخد الدوري. انا اقنعني ازاي؟ يعني انت كمشجع اهلاوي اقنعني ازاي؟ يعني قول لي انت دي تتعمل تتحسب ازاي؟ يعني دي تتحسب ازاي دي؟ يعني الاهلي لو كسب 4 ماتشات خد الدوري، الزمالك لو تعادل ماتش في ال4 ماتشات خسر الدوري. يعني الزمالك لو كسب زد وبيراميدز والاتحاد ياخد الدوري. الاهلي عنده 4 فرق سهلين، والزمالك عنده 4 فرق، 2 سهلين و2 صعبين، وبالذات بيراميدز. فانت حظوظ الاهلي اكتر من الزمالك بكتير قوي، بكتير قوي. يعني احنا لو خدنا الدوري السنه دي تبقى معجزه رياضيه بكل المقاييس، بكل المقاييس عشان ناخد الدوري. انما الاهلي بيضلك في العش يا عم الحاج، على النعمه بيضلك في العش يا عم الحاج، بسم الله ما شاء الله عليهم والله. ده لما بيركب الدوري ما بينزلش، الاهلي بيركب الدوري ما بينزلش، بيركب ما بيحلش، وهم قاعد يقول لك كله يعيش الوهم وفي الاخر ياخد الدوري. ده مش عارف، دي مش مقوله، ده بيثبتوها، ده واقع ده واقع احنا عايشين. ده يحصل لي حاجه لو انا خدت الدوري السنه دي، انا حاطط احلامي كلها على الدوري السنه دي. يعني احنا خرجنا في كاس مصر ما عندناش مشكله، انا حاطط املي كله على الدوري السنه دي، لو راح يبقى شكرا سبحان الله. وبعدين ده الفيديو رقم 21 والله، ومش عارف اقول ايه. يعني احنا بقينا بلا دم. يعني انا واقف باصص للكاميرا، انا بضحك ازاي وانا معمول فيا كده؟ انا مشجع زملكاوي
متهزق التهزيقه دي، ولعبتي ممسوح بيها الملعب، وناس ده خايفه من سيراميكا كليوباترا، وانا واقف فاتح الكاميرا مبتسم. ينعل ابو ام الكرامه يا اخي، يخرب بيت ام عدم الاحساس اللي في الدنيا، ينعل ابو ام كده. ايه الجبلانه اللي انا فيها دي؟ والله العظيم مبسوط. انا ما بقتش فاهم احنا وصلنا لمرحله فين، الزمالك ودانا فين. بس هو ودانا في حته مقطوعه، وكله بيصب في مصلحه المواطن، ومصلحه المواطن تعبت واستوت، وبقينا يعني في حاله يرثى لها. وبنلاعب مين؟ سيراميكا كليوباترا. احنا بنلاعب سيراميكا كليوباترا، نادي شركات بيطلعنا من بطوله كاس مصر. نادي سيراميكا كليوباترا بيطلعنا من بطوله كاس مصر، بيهزقنا ويروقنا ويلمع بينا بلاط النجيله النهارده. سوري عشان هو شركه بلاط، يعني خد بالك انت، يعني هم مسحوا بينا بلاط اللاند، يعني الارض باللغه العربيه، عشان احنا ثقافتنا افغاني. فلما نادي شبه ده يعمل فينا كده، الاهلي هيعمل فينا ايه؟ ما انا برضه لازم اطمن على مصلحه المواطن. بيراميدز هيعمل فينا ايه؟ ما هو كله بيصب في مصلحه المواطن، واحنا اتولدنا وعشنا لقينا اهالينا زملكاويه وبقينا زملكاويه زيهم. نعمل ايه؟ قولوا لي نعمل ايه؟ ما هو احنا يعني احنا ما نشب على شيء شبه عليه، احنا كبرنا وشعرنا ابيض وبنشجع نادي الزمالك وخلاص. بقينا جبلات وما عندناش دم ومعدوم الكرامه ومعدوم الاحساس وبقينا بنسمع شتيمه نادي الزمالك، وصلنا لمرحله ان احنا بقينا علم، يعني اللي هو ايه، خدت بالك؟ ما انت يعني ما اللي هو خلاص بقى، خلاص بقى انت بتشجع نادي كتب عليكم ان هو يعني اللي هو ايه، انت ومغري ده، انت هتاخده وانت خدته وبتاخده. احنا بقى احنا خدناه وبناخده وهناخده. ليه؟ لان احنا نستاهل، احنا نستاهل. احنا بالمنظر اللي احنا شفناه ده المستقبل بقى غامق بالنسبه لنا. يعني انا كان الماتش اللي فات مدرب نادي الزمالك يعني اداني شويه طاقه، يعني انا يعني ما انا تعالى هنلعبه. انما دلوقتي انت الطاقه اللي انت اديتها لي اخدتها، وبعدين اخدت بالك، فانت يعني وصلنا لمرحله، يعني انا اصلا بقيت بخاف وانا بتكلم اقول كلام يوديني في 60 داهيه. ليه؟ لان احنا كبني ادمين في الفاظ بتخرج تلقائيه كده، الواحد بيحاول يقفش فيها قبل ما تطلع، لان احنا الكرامه بقت صفر. والله العظيم بص شكلي عامل ازاي، ولا كاني كسبان 7. انا لو كسبان الاهلي 5 مش هيبقى منظري كده. انا خايف يعني اللعيبه بتاعت نادي الزمالك دي، انتوا بتروحوا يعني الوضع بيبقى ازاي؟ يعني انت لما النهارده يعني اتسيق بيك الملعب وخسرت 2-1، والجون اللي احنا جبناه من عند الله، انت روحت يعني هتعمل ايه؟ انت شكلك يعني انت بتمثل نادي الزمالك من 1911 وحتى الان، كشكلك وكتيشيرت وكمنظر وكهيئه. احنا ورمضان كل سنه وانتم طيبين، يعني اللي هو انت يعني انا شايف ان انا بقول كلام انتوا مش فاهمينه وانا مش فاهمه، وانا هنزل الفيديو على كده، واللي يحصل يحصل بقى. سلام عليكم.